الكرام، حي الله هذا الجمع الكريم، حي الله مرابطتكم، وحي الله ثباتكم، وجمعكم الله على الخير والهدى يا رب العالمين. أيها الإخوة، كم كنت أحب أن أكون معكم بالليل وبالنهار، إنما اسمحوا لي أن أذكر لكم لأول مرة بالتفصيل ما هو السبب في عدم وجودي. في آخر يوم لنا نتيجة التدافع والزحام انزلقت ساقي اليسرى على السلم كما رأى الإخوة الذين كانوا موجودين، وظننته انزلاقا طارئا، إنما تسبب بعد ذلك في آلام شديدة في الساق. فجاء الطبيب وأخبرني بضرورة ملازمة الفراش، لأنني لا أستطيع فعلا أن أتحرك بسهولة ولا بحرية مع وجود آلام، فأمرني بأن أحتاط بأنه لابد أن أبقى أسبوعين تقريبا بدون حركة. وبرغم الآلام حاولت أن آتي إليكم مرة فلم أتمكن من التحرك، لذلك أرجو أن تعتبروني كأنني بينكم وكأنني معكم، ولا يمنعني من هذا إلا هذا الظرف الصحي الذي أطمئن إليه لأنه قدر الله عز وجل وليس بتدخل مني. وما دام الأمر بقدر الله فإن الإنسان يأنس تماما لمراد الله سبحانه وتعالى وحكمته من وراء الأحداث. وجزا الله إخواني الذين جاءوا حتى من أساتذة الجامعة من الموجودين في الميدان وقاموا بهذا الكشف وهم بينكم الآن. ولذلك أيها الإخوة أريد أن أبلغكم بما يأتي. أولا، أنا بالعكس في قمة المرابطة وفي قمة العمل بإذن الله تعالى بدأ، ولن أجعل هذا العدوان السافر يمر هكذا أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا قمت بما تعلمون من أنني طعنت. صحيح خلاص ما عادش ينفع أن احنا نلحق مواقيت الانتخابات قانونا، ولكن لكي يتضح التزوير ولكي يكون بيدنا أحكام قضائية تكون سندا إلى أنهم قاموا بالفرية والمكيدة والتزوير، فرفعنا عدة دعوى ضد القرار مع أنه قرار مخصص، ولكن من أجل أن نصل إلى عدم دستورية هذا التحصين وإلى إسقاطه. ثانيا، دعوى بأن الوصف الذي وصفت به اللجنة المستندات وصف باطل ووصف مزور ووصف معرض، وأنها لا تحمل أي مستندات، وأن نفس المستندات عرضت على القضاء فحكم لصالحنا، ونفس المستندات عرضت على اللجنة فأبعدتنا، فأيهما المستقيم وأيهما المنحرف. ولذلك ورفعت أيضا دعوة ثالثة بشأن هذه الأمور على نحو ما تقرؤون على كل حال في الصحف أو في البيانات، وإن شاء الله تصدر تباعا في التفاصيل. وكان عندنا جلسة بالأمس وجلسة اليوم. ولكن يا إخواني، هذا الكلام أنا أفعله في سياق أن أنتم عارفين أولا عدد الذين ثبتوا معنا من صفوف جرارة من فضل الله عز وجل على مستوى الجمهورية بمحافظتها عدد ضخم جدا وتيار كبير جدا وصفوف كبيرة جدا. ولكن الفصائل الأخرى والاتجاهات الأخرى هي أو الرموز الإعلامية أو الذين لهم اتصالات بالسلطة كما تعلمون يريدون أن يظهروا الأمر كما لو كان شيئا فيه خرق للقواعد، مع أنه بالعكس مين اللي معاه حكم قضائي ومين اللي ما معهوش. كان يجب أن ينحازوا لحجية الحكم القضائي. وعلى فكرة الذين طالبوني بأن أظهر مثلا مستندات أمريكية كانوا في الحقيقة في منتهى الطرف. المدة القانونية أمامنا كانت 24 ساعة فقط. كيف أترك الطعن اللي هيسقط بعد 24 ساعة إذا ما لحقتوش وأسافر إلى أمريكا مثلا بنفسي لكي آتي وأفتش في مستندات قديمة لسيدة متوفاة لكي أحصل على هذه الأمور التي طرفوها. كان أمامي هذا طرف لم يكن عندي وقت له.
وكان امامي اما ان ادرك 24 ساعة او 48 ساعة مدة الطعن، واما هذا الترف الذي لو كان عندنا وقت 10 ايام للطعن كنا استطعنا نقدم. ولذلك قدمنا كل ما استطعناه من امور كافية، منها جواز السفر المصري، ومنها الشهادات، ومنها تذاكر الطائرة، ومنها اشياء كثيرة، وحكم لصالحنا بالفعل، وان شاء الله سيحكم لصالحنا في الجديد. هذه مسألة. ولكن اصدقكم القول، انا لاحظت ان اصراري على ان اجعل الموضوع هو موضوع ابعادي انا عن الرئاسة يضعفني، لانني كما تعلمون منذ حوالي من سنة، يعني منذ 25 يناير من سنة وشهرين ولا حاجة، ونحن نمارس بمنتهى القوة بقدر ما يوفقنا الله عز وجل المواجهة الطغيان والوقوف امام محاولة رد الامور الى قهر الناس مرة اخرى. هذه القوة خفت على نفسي من ان تتحول الى نقطة ضعف اذا ما وقفت فقط عند الجانب الشخصي. ولذلك قلت لاخواني انني سأوسع القاعدة. نحن الان لابد ان نتكلم في القضية العمومية، والقضية العمومية انه لجنة الانتخابات الرئاسية لو انها اتخذت اي قرار بعد ذلك بشأن اي شيء يدل على او فيه شيء من العبث بالانتخابات، قطعا سوف ادعو الناس الى ثورة جديدة من اول وجديد تعصف بهم وبكل شيء. انما انا لا استطيع ان افعل هذا في هذه الدقيقة. انما فعلا نحن من الان حراس 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 على الا ترتد الامور مرة اخرى. هذه مسألة. المسألة الثانية ان خطابنا موجه الى مجلس الشعب اصلا. احنا لما نحب النهاردة نشيل النائب العام لانه هو اللي بيحقق تحقيقات فاسدة، او ان احنا نشيل اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية اللي هي لجنة معينة من حسني مبارك، وهي التي اجرت انتخابات قبل كده، انتخابات مجلس الشعب اللي في عهد حسني مبارك 2010 وحدث فيها ما حدث، وهي لما نيجي نقول كده يقولوا لنا طيب ما هو مجلس الشعب ما عملش قانون السلطة القضائية علشان نعمل ده، احنا موافقين. يعني المجلس العسكري ممكن يجي يقول لنا والله احنا موافقين بس هات لي القانون اللي انا اصدره. ولذلك انا بقول لكم صراحة ان مليونية الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي جاية، الجمعة اللي فاتت حشدوا الناس علشان يصرفوا عن الامور الاساسية، يحشدوهم على بس مسألة ابعاد احمد شفيق وعمر سليمان. فلما يستجاب لكده يعتبروا عايزين يكرروا طاقة الجماهير وما يلفتهمش الى الحقيقة. الحقيقة ان هناك قوانين، يعني مجلس الشعب ناقش تطوير وزارة الداخلية من ضباط مباحث امن الدولة اللي قتلوا وعذبوا وسجنوا ومتسلطين على الناس، وعادوا الى نشاطهم وبيشتغلوا ليل ونهار شغل من نار وشغل بمنتهى القوة، وعادوا مرة اخرى للتحكم في رقاب العباد حثيثا ورويدا. الكلام ده يا مجلس الشعب انت ناقشت تطوير وزارة الداخلية، لما ناقشت مش تنتهي الى قرار، لا انتهوا الى انه ناقشت وشالوا الكلام في الدرج. فالنهارده لما تيجي تقول الداخلية متسلطة او الاعلام بيلوث سمعة الناس، يقول لك ما هو مجلس الشعب ما اصدرش قوانين. تيجي تناقش الناس او اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية يقول لك مجلس الشعب ما اصدرش قوانين. طب المادة 28 من الدستور اللي بتحصل قرارات اللجنة عايزين نعمل لها تعديل دستوري، يقول لك طب ما هو برضه ده مجلس الشعب تلت الاعضاء يقدم الاقتراح بالتعديل ويناقشه ويعلن قراره بانه هو طالب التعديل ده، يقوم يبقى في على المجلس العسكري انه ينزله للاستفتاء او انه يصدره او شيء من هذا القبيل، ومجلس الشعب لا قدم اقتراح التعديل ولا موافق على التعديل ومصمم على المادة زي ما هي. فاحنا الان يا اخواني مشكلتنا مشكلة ان احنا واحفظوا بقى هذه الكلمة، ان احنا مضطرين نعود الى الحراسة الشعبية. اللي انتم بتعملوه دلوقتي ده هو
كي تنفذ سنة الله عز وجل، انه تكون هناك بلورة يتجمع عليها الشعب علشان تبقى الحراسة الشعبية، لان احنا في كل يوم ننتظر الجديد. ولذلك كلمة ما في الصورة تحت حكم العسكر اصبحت ضرورة، لانهم دلوقتي يحاولوا يهربوا الاحكام الدستورية عشان يعملوا دستور مفاجئ يبقى في اشياء اما مش تحصين القوات المسلحة، المجلس الاعلى للقوات المسلحة، او بصراحة لتحصين حسني مبارك. وعلى فكرة الحكم اللي منتظر يصدر لصالح حسني مبارك في 2/6 معظم القانونيين شايفين انه هيصدر ببراءات او باحكام خايبة عن امور جزئية، ويمكن يمكن من السفر وباموال وبكل شيء. فوجود بلورة شعبية وحراسة شعبية لهذه المخاطر للقضية العامة شيء في منتهى الأهمية. وصدقوني أنا قدر الله غلاب، أنا كنت أتمنى أن أوجد الآن على رصيف الميدان جالسا بين إخواني زي ما عملنا دائما من أجل أن يتحدث هذا. لذلك اجتماعكم هذا ليس أمرا بسيطا وليس أمرا يعني طارئا، ولو وصلت مش إلى 10,000، لو وصلت إلى 1000 بس فالامر لا يزال يشكل البلوره اللي يتجمع حواليها الناس. انما بالعكس انا ادعو الى المزيد، ادعو يوم اجازه زي بكره او زي بعد يوم الجمعه الى ان يشهد الميدان اعدادا غفيره لا مثيل لها، والى ان القيام تزداد، لانه هذا الكلام في حد ذاته صدقوني هو الشيء الوحيد اللي على الكفه الثانيه. كفة الميزان بالفصائل الإسلامية والفصائل السياسية والمجلس العسكري وما كله على كفة واحدة نخشاها تماما. إنما الكفة الثانية ليس عليها إلا وقفتكم الآن بهذه الصورة، إن في ناس لا تزال تعلن الحراسة. وما تنتبهوش إلى الجماعة اللي هم بتوع فئات الثورة وما إلى ذلك، دول إحنا حاولنا معهم وهم يتعاملون بطريقة جزئية تناسب الأغراض اللي هم بس مرتئينها، إنما مش شايفين إنه انهيار الحراسة الشعبية هو الشيء اللي يخليهم يعرضوا يصدروا قرارات زي ما هم عايزين. لذلك يا إخواني وقفتكم هذه غالية ومرابطتكم تحسب لكم. ولو ان انسان حتى في اقاصي الصعيد او في اقاصي